اقسم بالله ده افخم معمول بالتمر والقهوه دقته لحد دلوقتي. ميكس رايق يطفي كل الحرايق، يخليك تتكيف بيه ناو مع كوبايه القهوه. حجم اكسترا وتغليف عادي، لكن تفتحه يطلع معاك الشكل الغير العادي، قرصايه لونها كافيه والطعم ما اقولكش عليه. ونفس الحال سواء كان مع القرفه او مع التمر. وبمناسبه الفيديو اللي وصل لاكتر من 12 مليون شخص وعلق عليه اكتر من 9000 وعجب اكتر من 370 الف، حبيت اوضح ان ده اسمه حاج عرفه مش الحاج عرفه، وده اللي بنتلخبط فيه كتير لما بنطلب من القهوه لحد المعمول وباقي منتجاتهم اللي في السوق. ولو جربنا كعادتنا اختبار الليمون عشان نطمن ونكون في المضمون، فهنلاقي بعد العصره مفيش اي فوران، وده زي ما انتم عارفين معناه ان مفيش بيكربونات ولا اي مواد مضافه تعمل وش من مفيش. ولكن ملحوظه صغيره ان هنا الغامق بتاعهم غامق محروق حبتين بالنسبه للناس اللي بيحبوا القهوه محروقه. وخلينا فاكرين كل ما كانت القهوه فاتحه كل ما كان كافيينها اعلى، والعكس صحيح. ما ننساش كمان المنتج الجديد اللي بدات بيه الكلام من حاج عرفه، المعمول اللي معمول بالحب. تاكلها مع القهوه في الفطار او العشاء دسمه وجميله كعاده باقي المنتجات. عندهم كل المنتجات اللي بتبدا من القهوه وكل مشتقاتها سواء كانت التركي او الكبسولات، وكمان المعمول لحد المكسرات والبهارات. وطبعا مش محتاج اكد لكم ان هم تقريبا موجودين في كل الهايبرات الكبيره والسوبر ماركت وحتى البقالات الصغيره. اما لو لقيت ان في منتج انت عايزه من عندهم ومش لاقيه حواليك، فده ما يمنعش انك ممكن تطلبها اونلاين من موقعهم الرسمي اللي هتلاقي كل ما يخص حاج عرفه. مش عارف ليه كل ما اقول حاج عرفه بفتكر حاج عبد الغفور البرعي. ما تنساش حاج عرفه.